قلبك جامد خليك معايا، لأن اللي هحكيه النهاردة حاجة مش هتصدقها مهما حاولت. القضية فيها تفاصيل مرعبة وغامضة، وكل ما تغوص فيها أكتر هتلاقي نفسك في وسط دوامة من الأسرار اللي مفيهاش مفر منها. فيها قضية شرف واختفاء لأم وثلاث بنات. مستعد عشان اللي جاي هيخليك مشدود لآخر لحظة. حابب تعرف قصة الأم والثلاث بنات؟ خليك معانا في القصة. 2022 في لبنان، وبالتحديد في مدينة أنصار، كان عايش زكريا صفاي اللي كان متجوز باسمة عباس. الاتنين خلفوا 3 بنات، ريما اللي عندها 22 سنة، وطالة اللي عندها 19 سنة، وأصغرهم منال اللي عندها 16 سنة. البنات دول كانوا جمال وأذكياء وأخلاقهم عالية، دايما كانوا فخر لعيلتهم. حياة زكريا وباسمة كانت مستقرة جدا من كل الجوانب، ماديا وعاطفيا، لغاية ما بدأت الخلافات تظهر بين زكريا وباسمة، والأسباب غير معروفة لينا، فخلونا نكمل لأن دي حاجات خاصة بينا. الخلافات دي فضلت تزيد مع الوقت، وفي النهاية قرروا إن الطلاق هو الحل الوحيد، وبالفعل في 2021 انفصلوا رسميا. البنات كانوا خايفين وزعلانين، لكن زكريا وعدهم إن مفيش حاجة هتتغير، إن الحياة هتمشي زي ما هي، بس كل واحد فيهم هيعيش في بيته. فعلا الحياة استمرت بشكل كويس وما فيهوش مشاكل نهائية، لأن زكريا وباسمة كانوا متفاهمين وكان في احترام متبادل بينهم، وده المفروض اللي يحصل بين أي اتنين منفصلين. الأب كان دايما متابع بناته وعارف كل كبيرة وصغيرة في حياته، وخصوصا طالة البنت الوسطانية المحبوبة من الجميع. طالة كانت متعلقة بشاب اسمه حسين الفياض، وكان واضح إن هي حابة الموضوع يتطور ويوصل لجواز. لما حكت لأبوها عن حسين ورغبتها إنه يجي يطلب إيديها، الأب وافق من غير تردد. حسين كان من عيلة معروفة ومحترمة، وكمان وضعه المادي كويس، فملقاش الأب أي سبب يمنع الجوازة دي. بس قبل ما ياخدوا أي خطوة رسمية، الأب أصر إن حسين يجي البيت عشان يتعرفوا على بعض ويشوفوا إذا كان في توافق بينهم ولا لا. اليوم ده كان ممتع جدا، وكلهم حسوا إن الأمور ماشية في الاتجاه الصح، وكان الجوازة خلاص هتحصل. الأب حط شرط وحيد: كل مرة طالة تخرج مع حسين لازم حد من العيلة يكون معاها. الشرط كان بسيط، وأنا شايفه بسيط وشايفه في حق الولد، خاصة إن حياتهم كانت هادية وجميلة ومعروفين بالأخلاق والأدب. اللي حصل بعد كده كان غريب جدا. في أول مارس 2022 كان زكريا طالع مع بناته ال3 كالعادة يغيروا، بعدين وصلهم لبيت أمهم باسمة، بس بعد ما مشي ما قدرش يوصل لحد منهم، لا ريما ولا طالة ولا منال. حاول يتصل حتى بزوجته بس ما كانش فيه رد برضه. ساعتها افتكر إن طالة قالت له إن هي طالعة مع حسين اللي كان ناوي يطلب إيديها، ومعاهم إخوات وكمان أمهم عشان يتغدوا مع بعض. لما اتصل بحسين، حسين قال له إنه ما شافش حد فيهم النهارده. هنا زكريا بدأ يقلق بشكل مش طبيعي، فضل يتصل بشكل على ما عرفهم بس ما فيش أي رد. بعديها بيوم اللي كان موافق 3 مارس بالتحديد، قدم بلاغ للشرطة بعد ما فشل في الوصول لعيلته، لكن الشرطة ما اتحركتش بسرعة لأنهم افتكروا إن باسمة هربت بالبنات كعادة المطلقين، وبرغم من إن زكريا حاول يقنعهم إن علاقتهم كانت محترمة ومبنية على التدين. القلق خلى زكريا يروح بنفسه لبيت باسمة، كسر الباب ودخل يدور على أي دليل. الشرطة لما عرفت راحت لبيت باسمة هي كمان، لكن ما لقيوش أي حاجة تدل على مكانهم. الأغرب من كده إن هم لقيوا جوازات سفرهم وفلوسهم في مكانهم، اللي أكد إن باسمة ما خدتش البنات وهربت زي ما الشرطة كانت فاكرة من الأول. القصة دي فيها تفاصيل أكتر هخليها لبعدين، بس اللي أقدر أقوله لكم إن اللي حصل بعد كده كان مرعب بشكل محدش يقدر يتخيله، بس ده كان مجرد بداية لغموض أكبر في القضية دي اللي بقت واحدة من أكبر القضايا اللي شافتها لبنان. تخيلوا بقى بعد كل الوقت ده أخيرا الشرطة قررت تروح تسأل حسين اللي كان المفروض يقابل طالة وعيلتها في اليوم اللي اختفوا فيه. حسين قال انه كان فعلا مرتب يخرج معهم عشان عزمهم على الغداء، لكن طالة كلمته قبل ما يتحرك وقالت له ان هم مش هيقدروا يخرجوا. الشرطة في اللحظة دي حسوا ان هم رجعوا لنقطة الصفر، لكن اللي حصل بعد كده خلى القضية تتقلب رأسا على عقب. القضية بقت حديث الناس في كل مكان، الإشاعات بدأت تنتشر بشكل رهيب. الناس قالوا كلام كتير عن العيلة دي، معظمها كان إشاعات وحشة جدا، زي إن الأب كان على خلاف مع حد وده السبب إن البنات اتخطفوا، أو إن البيت كان مليان مشاكل كبيرة. لكن أخطر إشاعة كانت عن شرف البنات، وإن هم كانوا بيقابلوا رجالة من ورا ظهر أبوهم.
الإشاعة دي انتشرت بشكل كبير جدا والناس صدقتها لفترة، وطبعا مش محتاج أقول لكم قد إيه الإشاعات دي بتدمر حياة الناس. الأب وناس من عيلة الأم طلعوا نفوا كل الكلام ده وقالوا إن علاقتهم كانت كويسة وإن البنات متربيين على الأخلاق والدين، بس للأسف الناس فضلت تتكلم وتصدق الإشاعات بدل ما يركزوا في الحقيقة. بس كان في واحد بس لسه مركز في القضية ومش ناوي يسيب الموضوع يعدي بقى، وهو الأب. الأب بدأ يعمل شغل الشرطة بنفسه وراح لكل الجيران اللي ساكنين في عمارة باسمة يسألهم لو شافوا أي حاجة غريبة في اليوم اللي اختفت فيه. وبرغم إن كلام الجيران كان مختلف إلا إن كلهم اتفقوا على حاجة واحدة بس، هي إن هم شافوا طالة وبقية العيلة بيركبوا عربية خطيبها حسين. وهنا زكريا الأب وقف مصدوم لأنه فاكر كويس إن حسين قال له إنه طالة لغت الخروجة معاه أصلا. هنا زكريا جري على مركز الشرطة وقال لهم إن حسين ممكن يكون ورا اختفائهم، بس الشرطة للمرة المليون ما عملوش، غير إن هم راحوا لحسين وسألوه وهو طبعا أنكر. الغريب في الموضوع ان بعد كام يوم حسين جات لي رسالة على التليفون بتقول له ان البنات عنده وبيطلب فدية قيمتها $5000 عشان يرجعها. حسين جري بسرعة على الاب وقال له، والدنيا اتقلبت في بيت زكريا. بالفعل جمعوا الفلوس وادوها لحسين عشان يروح يقابل الشخص اللي بعت الرسالة. الكل قاعد في البيت منتظرين خبر كويس، وفجأة جت مكالمة من رقم مجهول، ولما ردوا طلع حسين بيقول إن عصابة هجمت عليه في الطريق وخدت منه التليفون واللابتوب $5000. كل حاجة كانت معاه خدوها. زكريا اتصل بالشرطة تاني وقال ليهم إيه اللي حصل. هنا الشرطة بدأت تشك إن في حاجة غلط. إزاي حسين يتسرق النهاردة بالذات وبالطريقة دي؟ والأغرب إن الرسالة اللي جات له على تليفونه وهو مش على تليفون الأب. الشرطة بدأت تتحرك بجدية أخيرة. قرروا يعملوا كشف على آخر مكان كانت فيه تليفونات البنات ووالدتهم شغالة. لقوا إن آخر مكان ظهر فيه التليفونات كان في مدينة صيدا. المفاجأة بقى إن تليفون حسين كمان كان موجود في نفس المنطقة في نفس اليوم. الشرطة أخذت حسين لغرفة التحقيق، والمرة دي كانوا عازمين يكشفوا كل حاجة. حسين فضل ينكر في البداية وغير قصته كذا مرة لغاية ما الشرطة واجهته بحقيقة إن تليفونه كان في نفس مكان تليفونات البنات وأمهم. ساعتها بس حسين انهار. حسين قال إن البنات ووالدتهم كانوا فعلا معاه في اليوم ده، لكنه بدل ما ياخدهم للمطعم زي ما كانوا متفقين قال لهم إنه محتاج يعدي على أرض عمه عشان يحاسب عامل هناك. البنات وأمهم ما شافوش أي مشكلة في الموضوع ووافقوا يروحوا معاه. بعد ما خلص شغله حسين اقترح عليهم يتفرجوا على مغارة في الأرض عشان كان بيفكر يحولها لمطعم. البنات هنا وافقوا ودخلوا مع حسين والعامل يشوفوا المغارة، لكن اللي حصل جوه كان مرعب ومخيف. بمجرد ما دخلوا جوه حسين طلع بندقية صيد واللي كانت هوايته وضرب عليهم النار. البنات وأمهم حاولوا يجروا ويهربوا، لكن للأسف ما كانوش أسرع من حسين. فضل يضرب عليهم لغاية ما اتأكد إن مفيش حد منهم هرب وكلهم مات. بعد ما حسين والعامل ارتكبوا جريمتهم البشعة وقتلوا طالة وأمها وأخواتها، حسين قرر يدفن الجثث بسرعة عشان يخفي أي دليل. خدوا الجثث الأربعة ودفنوهم في حفر كانوا مجهزينها من قبل كده. بعد ما حطوا الجثث في الحفر حسين دلق عليهم اسمنت عشان يمنع أي ريحة تطلع منهم ويخلي الجثث مستحيل حد يلاقيها. حسين ما وقفش لغاية كده. حسين ما وقفش عند كده، كسر تليفونات البنات وأمهم عشان يمحي أي دليل تاني. بعد كده راح يستحمى عشان ينظف جسمه من الدم. رجع يتصرف كأن مفيش أي حاجة حصل. لكن السؤال اللي كان بيدور في بال الجميع، ليه؟ إيه السبب اللي خلى حسين يعمل الجريمة دي؟ حسين اعترف في التحقيق إنه كان في خناقة بينه وبين طارق، وإنه كان ناوي يصالحها من خلال العزومة دي، لكن بدل ما يصالحها ارتكب جريمة خطط ليها من الأول بكل ده. الشرطة أخيرا اتحركت وراحت للمغارة اللي حسين دفن فيها الجثث واللي كان مكانها مهجور ومنظرها مرعب. المغارة دي كانت آخر محطة في حياة باسمة وبناتها منال وطالة وريمة صفاء. لما الشرطة وصلت اكتشفوا ان هم قدام مهمة صعبة، لان الاسمنت كان مغطي الجثث وضيق المكان زود من صعوبة استخراج. بعد مجهود كبير قدروا يطلعوا الجثث ونقلوهم للطب الشرعي. هنا بدأت الشرطة تدور على المتهم الثاني اللي هو العامل اللي كان مع حسين فيه. بعد تحقيقات عرفوا اسمه وقبضوا عليه. اسمه حسن الغناسي، سوري الجنسية، ولما اتقبض عليه كان في حالة مزرية. التقرير النهائي للطب
التقرير النهائي للطب الشرعي أكد إن البنات ماتوا نتيجة الرصاص وما كانش فيه أي حاجة تانية حصلت غير كده. وبعد ما اتأكدوا من كل التفاصيل، زكريا الأب الحزين خد بناته وأمهم عشان يدفنهم وسط حضور كبير من الناس اللي كانت حزينة ومتأثرة باللي حصل. عيلة حسين نفسه خرجوا وقالوا إن هم متبرئين منه وإنه لازم يتعدم في مكان عام عشان يكون عبرة لأي حد يفكر يعمل حاجة زي كده. دي كانت أول مرة الناس تشوف فيها أسرة للمتهم واقفة مع الحق ضد ابنهم، بالرغم من إن الموقف كان أكيد صعب عليهم. أما المحاكمة ما كانتش سلسة زي ما الناس كانت متوقعة. المحاميين فضلوا يأجلوا الجلسات كتير بالرغم من إن المتهمين اعترفوا بجريمتهم. في شهر مايو محامي حسين طلب من القاضي إنه يتعرض لدكتور نفسي على نفقته الخاصة، وده كان سبب في تأجيل الجلسة ل3 شهور. الناس كانت غضبانة من القاضي، وزكريا الأب تعرض لانهيار عصبي لما سمع الخبر وأغمى عليه. في وسط المحاكمات والضغط النفسي اللي العيلة كانت بتمر بيها، القاضي راح وحكم على الأب وعيلة الأم بالحبس لمدة يوم واحد بسبب اللي حصل لأنهم اعترضوا على تأجيل القضاء. كل جلسة كانت مليانة ناس بره مستنيين العدالة تتحقق، لكن في الآخر وبعد كل ده لما حسين اتعرض للدكتور النفسي اتضح انه سليم وذكي جدا وعاقل. وفي يوم 16 نوفمبر 2023 اتحكم على حسين وحسن وتم الحكم بتعويض $1,000,000 لعيلة الضحايا. لكن الفلوس دي مش هتعوضهم عن اللي أب بيفقد طليقته وبناته ال3 اللي هو ما طلعش بيهم إلا من الدنيا. هنا الوضع كان صعب. طبعا ندعي ان الأب وعيلة الأب وعيلة الأم ربنا يصبرهم على فقدان أعز ما عندهم، الأم و3. بس أنا حابب أقول كلمة في الإشاعات كتيرة بتحصل في مواقف زي، واللي ألمني أكتر من القصة إشاعة إن كان في موضوع شرف وإن البنات كانوا ماشيين على حل شعرهم زي ما إحنا بنقول في مصر، ولكن الحقيقة ظهرت واتضح إن هم اتدفنوا بعد ما اتقتلوا من غير ما حد أتمنى إن ما حدش يطلع إشاعات وعلى سمعة الناس، وده حاجة صعبة جدا لأن بتعيش سنين ومحدش بينساها. كلنا بنربي عيالنا وكلنا بنربي حريمنا وكلنا بنربي بناتنا، ربنا يسترها علينا وعلى بناتنا وعلى أولادنا. وبلاش نطلع سمعة وسيرة مش كويسة لمجرد إن حد نقل إشاعة. ويا ريت نصيحة للأب والأم، اختاروا صح. ما تفرحوش إن الشخص يكون معاه فلوس، لا، دوروا على الناحية النفسية بتاعته. هل هو سليم نفسيا ويقدر يقوم بيت ويبني بيت ويحافظ على بنتكم ولا لا؟ ما نفرحش بالفلوس. ويا ريت البنات تهدى وما تدورش على الفلوس والفرحة ان الراجل دوت غني ومبسوط، هي ما تعرفش ايه اللي وراه. لازم نسأل كويس. ودي نصيحتي للجميع، مش لواحد بس، للجميع، لكل الناس اللي مستمعين حاليا. اتمنى تكونوا بخير، وادعوا للأم والبنات ال3 ربنا يرحمهم ويصبر أبوهم وعيلتهم. وأحسن الله عزاكم للشعب اللبناني، ويا رب يصبركم في أمان.